نسأل كتير أوي على حاجات البشرة، شعر، أعمل إيه الصيف داخل، أعمل skincare routine والّا ما أعملش، حاجات كتير أوي، أسئلة كتير أوي، واتلخبطنا من كتر الحاجات اللي على السوشيال ميديا. فالنهارده بقى معانا أحلى دكتورة يعني ممكن تشوفوها online وoffline، دكتورة رحاب حجازي. بصراحة أنا يعني confessions of a married woman بالنسبة لي يعني group أنا باعشقه، وبصراحة ما صدّقت إن زينب كلمتني عشان أبقى صريحة يعني، فمبسوطة أوي، أوي إن أنا موجودة معاكِ في الpodcast ده يا زينب. والله ده إحنا كلنا مبسوطين، وبجد أنتِ روح جميلة بطريقة مش طبيعية، يعني عارفة هاقول لِك بصراحة برضه إحنا كنا في الأول هنتكلم على حلقة زي ما اتكلمنا حلقة جلدية دكتورة، وهنتكلم على الحاجات اللي كل الستات بتسأل عليها، طبعًا. وبعدين لمّا عرفنا أكتر الحاجات أنتِ عديتِ بحاجات كتير أوي، وما شاء الله في كل الحاجات اللي بتطلعي فيها بعد كل مشكلة أو اختبار بتعدّي بيه، ابتسامة جميلة بروح جميلة، آمم، يعني ما شاء الله الله أولًا. يخليكِ يا زينب. بس قُلنا لأ، إحنا لازم يعني نتكلّم معاكِ نفهم بقى، نفهم الشخصية الجميلة دي بالروح الحلوة دي، عشان نعرف أكتر، لإنه زي ما قُلت لك في التليفون، الستات محتاجة تشوف نماذج قوية، وتتعلّم منها وتشوف ناس عدِّت بحاجات عشان يعرفوا إنه الدنيا بتعدّي الدنيا بتعدّي والدنيا أوي بتبقى يا زينب، حلوة. هي الدنيا إمم، بتعدّي، بتعدّي وهي باختيارنا إحنا بقى التجارب دي يا إما هتكسرنا، يا إما هتقوينا وهنكمّل، وما فيش حاجة في الدنيا هتبقى كلّها وِحشة، ده رأيي يعني. يعني أنا لمّا يعني مثلًا جالي cancer breast من 9 سنين، كنت لسه صغيّرة، كنت في التلاتينات في الوقت ده يعني، وكان صدمة لإن جالي stage 3 يعني اكتشفته مرّة متأخّر واحدة. كمان، إمم، يعني مرحلة تالتة. بس أنا كنت متأكدة إن هاخرج منها زي الفل، إمم، ما أعرفش ليه كان عندي اليقين ده. والتجربة دي على قد صعوبتها وعلى قد ما ممكن تهزنا كلنا، وعشان كده كنت قريب في بهية، كنت حاسة أوي، أوي، أوي بكل ست هناك، وباحيي كل ست مرّت بتجربة زي دي، وعارفة يعني إيه الشعر كلّه يُقع، وعارفة يعني إيه الست تفقد جمالها ورونقها وكل القصة دي. يمكن ده بقى اللي قرّبني أوي للأمراض الجلدية أكتر وأكتر. أنا يعني أنا باحس بمعاناة أي حد، حتى لو هي جاية تشتكي من شكوى زي سقوط شعر، ممكن ما يبقوش ده حاجة رهيبة زي مثلًا حد جاله مرض تاني، بس أنا عارفة تأثيره عارفة إحساسها. النفسي إمم، على أي ست، على أي إمم، بني آدم، مش بس الستات دلوقتي رجالة كمان. بس أنا أقصد إن يمكن التجربة دي قرّبتني أوي، أوي، أوي من الكرسي التاني، مش كرسي الدكتور، كرسي العيان اللي قاعد قدّام إمم، الدكتور، اللي عايز الدكتور يبقى فاهمه ومقدّر، ويبقى عارف إن حتى الأسئلة اللي ممكن تبدو تافهة، بس هي مهمة بالنسبة للعيان. إمم. فالحتّة دي استفدت أوي، أوي من التجربة دي في الحكاية دي، قرّبتني من ناس، بعدتني عن ناس، كشفت لي حقايق. فأقصد ما فيش تجربة أي بني آدم هيمُر بيها إلا أمّا هيخرج بحتّة حلوة. وهي بقى اختيار البني آدم بقى، إن هو هيبُص على الحتّة الحلوة والّا هيفضل عايش جوّه الحتّة السخيفة بتاعتها. يعني بس محمد أنتِ كنتِ جوزي كان ساعتها وأنتِ يعني أول ما عرفتِ إنِّك عندِك breast cancer. سرطان ثدي، إمم. وأنتِ برضه إحنا يعني بتخافي على بتخافي على عيالِك. العيال، يعني دايمًا آه. لمّا دي هم أول فكرة بتيجي في جات لي، دماغِك. هاخاف على العيال، مين هيعمل إيه فيهم، هيربيهم. وبعدين جات لي واحدة صاحبتي أوي، قالت لي: "هو ربنا أحَن عليهم منِّك." إمم، حلو. ف فقُلت صحيح، يعني حتى لو ما كتبليش إن أنا هاطلع منها، وأكيد ربنا هيلاقي لهم سكة. إمم، وحصلت لهم لمّا محمد جوزي توفى، فهُم العيال فقدوا باباهم. إمم، بس مش عارفة، يعني حاسة برضه هو ربنا أكيد هو يعني شال باباهم، بس حَط لهم عوض كتير أوي في حاجة تانية. وأعتقد إن أي حد يعني بعد الشر يمُر بتجربة زي دي، هو ربنا هيعوّضه جامد أوي، لإن هو ربنا هو شال حد هيحُط حاجة مكانها، شال صحة هيحُط حاجة مكانها. هو ربنا مش جايبنا يعذّبنا أو يعمل أي حاجة وِحشة فينا، هو بس بيختبرنا، إمم، وعلى قد صبرنا ورضانا وكل الحاجات دي، هو هيعوّض تعويضات ما نتخيّلهاش. ودايمًا باقول كده لمّا حد بييجي يقول استني بس العوض كده. نقعد. طب أنتِ محمد جوزِك كان تعبان يعني والّا دي كانت كانت مفاجأة؟ قصة برضه طويلة جدًا برضه في اهم، حياتنا، كان برضه cancer. وبعدين يعني توفى من يعني تأثير سلبي لخطأ طبي، بس مش عايزة أتكلم فيه خالص أوكي. بقى عشان خاطر قصة طويلة عريضة اهم، يعني.
بس حبيبي هو توفى يعني وساب فراغ كبير أوي طبعًا في حياتنا، بس زي ما باقول لِك كده إيه، هو ربنا بيعدّيها. بس الحالة من الرضا دي يعني الرضا بقضاء ربنا وأنتِ في الموقف نفسه بتكوني والّا ده بعد ما بتعدّي بيه؟ لأ، يعني سبحان الله والله يا زينب يعني الحمد لله يا رب، يعني حتى من وأنا صغيرة، يعني بابايا توفى وإحنا صغيرين، إمم، لأ هي أنا اعتبار الرضا هو إيه، هو إن الواحد هيرضى بأي نتيجةٍ كانت، هو ده الرضا. إمم، يعني أنتِ دلوقتي جاية تعملي podcast خلاص، أنتِ مبسوطة وأنتِ بتعمليه، ولو ربنا ما وفقكيش تعمليه خلاص أنتِ برضه مبسوطة نفس درجة الانبساط، إمم، يعني هي دي الرضا، يعني والرضا ساعة حدوث القصة، يعني ممكن بعد كده تنهاري، إمم، ممكن بعد كده تعيطي، بس ساعتها خلاص يا رب مش أنت اخترت ده، أنت أكيد عارف إن في حاجة حلوة فيها، إمم، فهي دي الرضا، إنِّك أنتِ تبقي أنتِ أوكي مع أي قرار ربنا هياخده لِك، طالما أنتِ عاملة اللي عليكِ. إمم، يعني أنتِ عاملة اللي عليكِ، أنتِ سعيتِ وحاولتِ تخفّي وحاولتِ تروحي وحاولتِ تذاكري، حاولتِ تنجّحي علاقة، حاولتِ، يعني أنتِ مش واحدة مريّحة، بس هو ربنا ما قسمش إن العلاقة دي تنجح، إمم، ما قسمش إنِّك تاخدي النمرة النهائية في الامتحان ده، رغم إنِّك مذاكرة له، بس خلاص جه في السؤال الوحيد اللي أنتِ ما ذاكرتيهوش، يبقى هو أكيد في حاجة، إمم. هو ربنا رايد إنها تحصل عشان later on أو بعد كده حاجة هتحصل من تداعيات هذه القصة. فأنتِ قاعدة بقى عارفة في كرسي متفرّج وسايباه هو ربنا يسوق يعني القصة. طب وعرفتِ تنقلي الطاقة دي لولادِك؟ يعني طبعًا أنتِ كنتِ بتقولي إنه لمّا جوزِك توفى، فكرة إنِّك تتعاملي مع فكرة إن جوزِك توفى، ضهرِك، سندِك، بس كمان أبو أولادِك، يعني آه. عرفتِ تنقلي الطاقة دي لولادِك؟ أعتقد يعني كانت صعبة، يعني طبعًا إمم، اتهزّوا أوي، 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 بس أعتقد إن هُم يعني إحنا لسه ما عدّاش سَنة، يعني إحنا دلوقتي محمد 9 شهور، لأ أعتقد إحنا كأسرة حاسين إن محمد معانا يعني. أنا إمم. لغاية دلوقتي ما مشيش، بس واحدة صاحبتي قالت لي: "طول ما أنتِ بتكلميه أوكي، أول ما يرُد عليكِ اقلقي." ف فهو يعني هو معانا، عملنا له عمرات كتيرة. إن شاء الله واحد صاحبه طالع يحِج له وأنا طالعة أنتِ كنتِ أحِج. بتحكي عن موضوع الحِجّة. أنت يعني فاهمة؟ عملنا له أعمال خيرية كتيرة، فحاسة إن هو عايش جوانا، يعني إحنا مكمّلين له إمم. حياته على ما نروح له إن شاء الله. وأنتِ سبحان الله يعني لمّا بترضي ربنا بيكافئِك برضه، يعني أنتِ كنتِ بتحكي لأ لنا على فكرة الحِج أوي، إن أنتم كنتم كَم متفقين. الناس اللي عندي عيّانين عندي عملوا له عُمرات، إمم، يعني عارفة هو يعني ساعات لمّا بتنقلي طاقتِك لحد فهُم بيحبوكِ، يحبوا عيلتِك، فأنا أقصد عارفة اللي هو حتى الأزواج يعني لمّا تبقي بتحبيهم أوي، فبتنقلي الطاقة دي لناس تانية، وهُم حتى لمّا بيمشوا هُم بيكمّلوا في خلال يعني مراتاتهم أو العكس وهكذا، يعني أنتِ في إمم. الآخر يعني ممكن يكون مشي physically بس هو spiritually موجود. طب احكي لي الحتّة بتاعة الحِج اللي قُلتِ لنا عليها، أنتِ كنتِ قُلتِ لي السنة اللي السنة فاتت؟ اللي فاتت محمد كان في المستشفى، فكانت رانيا أختي بتحِج، فكنا فاتحين التلفزيون في المستشفى، فكنا بنتفرّج على الحُجّاج وهُم واقفين على عرفات، فباقول له: "محمد أوعدك إحنا السنة الجاية أنا وأنت على عرفات." فقال لي: "تفتكري؟" قُلت له: "أوعدك." وعد. إمم. بس، فربنا كتب لي الحمد لله الحِج، وواحد صاحبه أوي، أوي رِضي إن هو كمان يحِج له، فاتحقق أنتم الوعد كإنكم ده. هتبقوا مع بعض. إمم، بالضبط، أنتم تقولوا لهم أنا وأبوكم طالعين نحِج. إمم. ربنا ربنا يعني يرحمه ويعني ويرزقِك أكتر بالرضا والسعادة اللي بتنشريها يا رب يخليك يا زينب. وتنشريها لولادِك كمان، هي باينة يعني الطاقة باقول لِك إحنا لمّا كنا كل حاجة باينة ما شاء الله، يعني في vibes كده جميلة، يا رب يخليكِ يا رب. يعني متأكدة البيت عندكم جميل، أنا ممكن آجي أقعد معاكم أيوه تعالي، تعالي اقعدي معانا. طب قولي لي إحساس برضه يعني زي ما قُلنا موضوع إنِّك لمّا اكتشفتِ موضوع السرطان، أول حاجة بتفكّري فيها لمّا بتكوني ولادي هيعملوا إيه؟ ده أول هيحصل لهم حاجة، إيه؟ أول حاجة. بس ما باقول لِك هي اللي ريّحني ساعتها صاحبتي اللي جات قالت لي: "بُصّي يا رحاب هو ربنا أحَن عليهم منِّك، فما تشيليش هَمّهم." طب ف أنتِ إحساسِك دلوقتي وأنتِ أب وأم، يعني المسؤولية مسؤولية طبعًا مجنونة، إمم، مجنونة، مجنونة يعني. مسؤولية كبيرة، عايزة أملى الفراغ بتاع محمد. محمد كان شخصية قوية في البيت، إمم، كان أب لذيذ أوي، كان هو والعيال دايمًا يروحوا الgym مع بعض، كان شخصية لطيفة يعني مش أب على جنب. إمم، فهو لمّا مشي أنا ما بقيتش عارفة أنا هاعمل إيه، وبعدين
يعني هو اللي كان بيفكّر للعيلة إيه اللي هتحصل، مين هياخد قرارات، طبعًا أنا ما باخدش أي قرارات، فاللي هو يعني طالما أنت يا باشا سايق خلاص يعني خلاص. طالما مش هتخيّش فينا في حاجة أنا أوكي. مقتنعة يعني. فلمّا مشي حسّيت طبعًا بفراغ رهيب، مسؤولية مش طبيعية، طول الوقت باتريق على نفسي وأقول إن أنا بقيت حنفي مطبّق ورديتين في الشغل، لكن خلاص حاجة واترمت على البني آدم وإن شاء الله هابقى قدّها. إمم. إن شاء الله يعني هاحس إن أنا عملت اللي عليَّ كأب وأم، آمم، لمّا هُم يحتاجوني في أي مشورة، سُمعتي تبقى حلوة فهُم يفخروا بيّا، يفضلوا دايمًا عايشين بسيرة أبوهم الحلوة، مش عايزاه يقلب بيت زعل، هو بيت فرحة برضه، إمم. فإحنا ما عندناش نكد في البيت، اهم. هو يعني هي دي كانت أهم حاجة عندي، اللي هو I'm not أنا مش هاقفل عليهم بقى اللي هو إحساس لأ، يعني إحنا still بيت حلو وفرحان وسعيد، ونجيب اهم. سيرة محمد بكل حاجة حلوة وإحنا بنضحك. أنا متأكدة إن قصتي دي ما هياش قصة فردية، يعني هي قصة متكررة كتير، وأنا نصيحتي لأي أم زيي إن هي أنا عارفة الوجع اللي جواكِ، وعارفة الألم اللي جواكِ، وعارفة القلق اللي جواكِ، وعارفة المسؤولية اللي اتحطت علينا كلنا، لكن أهم حاجة إن الولاد ما يتأثّروش بالقصة دي، إمم. إن البيت يستنى بيت سعيد، بيت فرحان، بيت فيه كل حاجة طبيعية، يعني ساعتها إلى حدٍ ما البيت هيبقى طبيعي، إلى إمم. حدٍ ما، عمره ما هيرجع زي زمان، بس معقول أوي. هاسألِك سؤال دايمًا الناس كده عندها اعتقاد إنه أو بيتقال لنا يعني لمّا يحصل أي حالة وفاة، تفقدي شخص عزيز، أب أو زوج، ما تقلقيش هتنسي، هتعدّي. لا، لأ، دي أوحش نصيحة في الحياة يا زينب، إمم. أنا مش عايزة أنسى أصلًا. حلو. أنا مش عايزة أنسى، أنا عايزة أعيش، عايزاه هو يبقى جوايا، هانسى يمكن الألم، اهم. الزعل، الفقد، ده هيتنسي أو هيهدى مع الوقت، لكن إحنا مش هننسى الذكريات الحلوة، إمم. مش هننسى البني آدم ده أبدًا، بالعكس هو أنا طول الوقت باهزر مع صحابي باقول لهم أنا حاسة إن أنا حبيته أكتر بعد ما مشي، يعني اهم. هتحسي إنِك connected من غير بقى كل دوشة الدنيا، فلأ إحنا لا هننسى ولا هنحاول ننسى ولا هنحاول نعمل أي إمم. حاجة خالص، هم هيفضلوا عايشين معانا وجوانا وحوالينا وكل حاجة، اللي يا رب، يا رب، يا رب ننساه الوجع بتاع مشاعرهم، إمم. بس لكن هم لأ، طب يعني هي معادلة غريبة أوي، إن هم يفضلوا جوانا وننسى إن هم مشيوا، ما أعرفش إزاي، اعمليها أنتِ يا زينب. إنه نتعايش مع الوجع بيتهيأ لي يعني إنِّك بس أنتِ أو قُلتِ حاجة حلوة أوي، أنتِ مش عاوزة تنسيه أصلًا. أنا ليه هانساه؟ إمم. ليه أنساه؟ يعني إزاي أنسى 19 سنة من عمري يعني، أنساهم ليه وعشان إيه يعني أنا مش عايزة أنساهم. يعني أمّا حد بيقول لي بكرة تنسي، ليه؟ إمم. مش عايزة أنسى أصلًا، أنا عايزة أتكلّم عليه، أنا عايزة صورته تبقى في كل حتّة، أنا عايزة أسمع الvoice messages بتاعته، لسه أنا بتسمعي الvoice messages بتاعته؟ كتير جدًا يعني ما اسيبوش لحد جدًا، إمم. فيعني حلو. فاهمة، أنا مش عايزة أنسى حاجة، إمم. أنسى ليه؟ ف لأ طبعًا محمد كمان يعني الأزواج برضه بتقف جنب يعني عمر ما في ست هتنجح إلا لو كان معاها راجل لطيف لطيف. متفهم إمم. يعني سابني أذاكر لمّا بقيت أستاذ في القصر العيني، عملت 85 بحث منشور في مجلات عالمية، خدت جايزة الدولة التشجيعية، خدت نوتة امتياز من الدرجة الأولى من سيادة الرئيس، يعني يعني أقصد إزاي هتوصلي للدرجات دي معاكِ مثلًا حد غِلِس، غِلِس بالعكس أو بيغير هو منِّك أو غير من أو أي نجاحِك أو حاجة فاهمة، فأنا كنت محظوظة أوي بيه. إمم. بس خلاص هو رزقي معاه في في الدنيا دي اللي هم ال19 سَنة دول، ويا رب نتقابل بقى بعدين. إن شاء الله يعني أنتِ جميلة وربنا يعني يوفقكم في الحج يا رب يا وتحجّي زينب. معاه في أيوه، عرفات. أنا حاسة كده أوي أيوه يا زينب، أوي يعني يعني. طَب يعني أنا شايفة قدّامي سِت قوية أوي قوية وعاملة balance إنِّك قوية وجميلة وحنيّنة، يعني في حنيّة مع قوة. يا رب يخليكِ يا زينب. آمم نِفْسِك بنتِك تتعلّم إيه منِّك؟ ليلى في تانية طِب على فكرة إمم. وأنا نِفْسي تتعلم منّي إيه، هي شخصية شبه محمد أكتر منّي، إمم. آمم، أعتقد نِفْسي إنها يعني لو هاختار لها حاجة واحدة من شخصيتي اللي هي الرضا. أنا دايمًا عارفة اللي هو هادية في روحي كده.
طيب أنا مش هاطوّل عليكِ في الحتّة دي، بالعكس ندخل يا زينب دي أحلى حتّة. لأ، لأ يعني أنتِ جميلة والله أنا لو عليّا إحنا نكمّل في الحتّة دي، بس يعني عايزين نستغلِّك برضه، يعني يالّا عايزين بينا، نستغلِّك وأنتِ يالّا قاعدة بينا كده، يا زينب. بس ممكن في النُص نفتكر حاجة وأسألِك أيوه، أيوه، عليها، إحنا قاعدين لأ قعدة إحنا حلوة. قاعدين قاعدة بندردش. طب بُصّي بقى يا ستي، إحنا دلوقتي السوشيال ميديا عملت لنا مأساة، أنا مش عارفة أحُط إيه وما أحُطش إيه، يعني الموضوع صعب أوي في موضوع skin care routine والحاجات دي. على فكرة يا زينب أنا مبسوطة من قصة الskin care routine، إمم، لإن إحنا دايمًا باقول إن الأجيال الجديدة محظوظة إن في علم اسمه skin care routine أو الاهتمام بالبشرة. أول ما دخلت الكلية لمّا بقيت يعني اتعينت في قسم الجلدية ما كانش الحتّة دي موجودة أوي ومدروسة أوي، وكانت الحتّة دي حِكر على يا إمّا حاجات بسيطة جدًا موجودة في السوق، شوية مُرطّب أي كلام، ولو آه، حد سافر لازم يشتري حاجات غالية أوي عشان يجيبها من السوق الحُرّة وهُم جايين، ولمّا نزل الsunscreen كان بتاع كده كبير بشبشب كده كبير وكنتِ تحطّيه على وشِّك يبقى أبيض أوي، آه، فكانت الناس كارهة الحكاية دي. فأنا مش ضد الskin care routine حتى إن إحنا نبتديه من بدري ونعلّمه لبناتنا من بدري، لإن الskin care routine لو اتعمل صح، هو هيأجّل أوي، أوي، أوي الآثار الوحشة اللي بتظهر على جلدنا مع الوقت، سواء بُقع، سواء جفاف، سواء pores، سواء wrinkles، سواء كل حاجة، وبالتالي هيأجّل احتياجنا للإجراءات اللي بتتعمل في العيادات. فبالتالي ليه هاقلق؟ يعني بييجي لي ناس كتير أوي بتقلق إن بنتها ابتدت تحط أيوه، sunscreen من ما أنا وهُم كنت لسه صغيرين. هاسألِك بس يعني صغيرين اللي هو سِن كام؟ يعني أنا بنتي 9 سنين عايزة تعمل أنا skin عايزة care ما هي routine. هي الفكرة كلّها أنهي skin care؟ أوكي، الskin care للصغيرين sunscreen ومُرطِّب وممكن حاجة يكون فيها vitamin زي فيتامين E، فيتامين C، ده أوكي جدًا، لإن أنتِ لمّا تيجي تقري تلاقي إن الAmerican Academy قايلة إن الsunscreens من أول سِن 6 شهور. أوكي، خلا sunscreen it makes خلا sense. س بس حتى ومُرطِّب المُرطب والحاجات دي؟ مُرطِّب حسب أوكي، نوع بشرتنا، أُمّال إحنا عايزين فاكرين وإحنا صغيرين كنا نروح مرسى مطروح، ننزل البحر نطلع مقشّرين ومشحفشين أوي في نوعنا، فأنا أقصد إمم، المناظر دي ما بقتش موجودة، يعني أنتِ عايزة مثلًا تنزل الpool تطلع منه تحُط مُرطِّب والمُرطِّبات الكويسة بتفيد الجلد وترجع تبني الskin barrier أو الحاجز الجلدي اللي موجود، فبتقويها. فأنا أقصد لو بنتي متربية من وهي صغيرة إنها لازم هتغسل وشها على الأقل مرة في اليوم، بتحط الsunscreen بتاعها قبل ما تنزل، تحط المرطب والحاجات دي بقت دلوقتي موجودة في ماركات local إمم، بأسعار لطيفة نقدر نمشي عليها. هو طبعًا عايز يشتري الغالي هيشتري غالي، بس أنا أقصد لأ حتى ممكن أي الحاجات حد الlocal يعمل موجودة وحلوة، وبالتالي زي ما إحنا بنعوّد عيالنا يغسلوا أسنانهم وهُم صغيرين، بنعوّد عيالنا ياخدوا بالهم من جسمهم وهُم صغيرين، بنعوّد عيالنا إن هُم ياخدوا بالهم من بشرتهم وهُم صغيرين. هي المشكلة بقى الأفورة، يعني أنا إمم، صغيرة هاحط hyaluronic acid ليه يا باشا؟ أيوه ما هُم مش فاهمين الفرق ما بين هي دي بقى الحاجات دي. القصة، إمم، يبقى مقننة، أوكي، يبقى مثلًا هافكر في الhyaluronic acid من أول سن عشرينات، ماشي. هافكر في الcollagen أربعينات إلى خمسينات، بس مش عايزة أتكلم أكتر من خلاص، أوكي، ريتينول هافكّر فيه 30 plus. ماشي، الحاجات بقى طبعًا للبشرات الدهنية، من أول ما يبتدي البلوغ ويبتدي بقى يظهر عليهم علامات البشرة الدهنية، نبتدي نتعامل معاها. يبقى حتى الingredients أو المكونات اللي هتتحط على بشرتنا هتفرق حسب سننا. حاجة طب جديدة سؤال، اسمها peptides، أنا آسفة يا زينب هاقول الحتّة اتفضلي، دي، ماشي. peptides دي هاسمعها كتير أوي في الفترة ما بقيت الجاية، أسمعها كتير أوي. رائعة، من أول سن 40 plus برضه. أوكي، فوأنا بنتي مش هاحط لها collagen وpeptides، إمم. بس لو حابة تغسل وشها وتحط مُرطب وsunscreen يا ريت ما نعارضش يعني. طيب الحاجات بقى المُرطب وsunscreen حاجات الكبار عادي يستخدموها والّا في حاجات للأطفال؟ لأ، معظم الحاجات يا إما babies اللي هو بقى سنتين وكده، لكن لأ، ممكن يستخدموا مُرطب أو sunscreen أو كده بتاع الكبار ما بتاع فيش الكبار مشكلة. عادي، أوكي. طب بما إن إحنا دخلنا في حتة الأطفال دي نخلّصها وبعد كده ندخل على الباقي. أوكي. بنات كتير دلوقتي أو يعني فكرة التنمر والحاجات اللي بيعدّوا بيها، فكرة الشعر اللي بيطلع في الوش، في الرجلين، في الإيدين، بنات كتير أوي بتعاني منها، ومش بيكونوا عارفين الأهالي بتكون مش عارفة تعمل إيه. إيه سِن مناسب للليزر؟ ولو متأخر شوية إيه البدائل الآمنة إن هو نشيل بيها الشعر؟ هاقول لِك يا زينب، هي دي قصة كبيرة جدًا
بالذات التنمر في حتة الشنب. عشان الشنب دي أكتر حتة الولاد بيتنمروا عليهم في المدارس، لدرجة إن الFDA والAmerican Academy ادّوا تصريح إن حتى قبل سن البلوغ لو صعب على البنت إنها تعمل waxing أو أي حاجة، إنها ممكن تعمل laser، بس نبقى فاهمين إن ليه الليزر في إزالة الشعر متأخر لبعد البلوغ، مش عشان أمان الليزر، ما الليزر بيستخدم مثلًا في إزالة الوحمات الدموية في الأطفال، إمم. البيبيهات، يعني القصة مش في الليزر كأمان، القصة إن لمّا البنت هتبلغ الهرمونات بتاعتها هتشتغل على الشعر، وبالتالي الشعر اللي اتشال ده ممكن يرجع تاني كُلّه تاني. فاهمة؟ يبقى كأنها ففكرة ما إن هو عملتش حاجة. إن هو مش مفيد لكن مش مش موضوع مفيد، مُضر. إمم. مش مفيد، لكن لو إمم. اتعمل مع إشراف طبّي محترم، هي مش دي القصة، وبالتالي أكيد ما فيش أم هتصرف laser hair removal إلا لمّا يكون له جدوى، إمم. يعني بعد البلوغ مثلًا بسنتين أو حاجة، بحيث إن يبقى الشعر خلاص وصل الأقصى حاجة بتاعته، فلمّا تعمل laser hair removal يبقى له جدوى، أوكي. لكن إلا في منطقة الشنب. طيب لو حاجات أخرى نبعد عن المَكَن، هي ده أوحش حاجة ممكن أوكي. تحصل، إن بيتخّن الشعراية، ولكن الsweet والwaxing والحاجات دي ممكن طبعًا. ده ممكن عادي في سِن صغير قبل البلوغ. أيوه، لإني أنا هنا أهوّة فكرتي إني عايزة أمنع تنمُّر، إمم. مش عايزة كل ما حد يعدّي يتريق على بنتي، لأ هاعمله. طيب ندخل بقى في الحاجات يعني خلصنا الأطفال إمم، ندخل في ادخلي. 30 فيما فوق. كويس، كويس، ما تخشيش في أكتر من كده، أنا حاسة إني بعد قربت كده أخلص. يعني خلّينا في 30 فيما فوق. هل تغيرات الجسم فعلًا يعني مع العُمر بتغيّر الجلد والحاجات دي والشعر والحاجات دي؟ مليون في المِيّة. إمم. مليون في المِيّة كل الجلد ده بيتعرّض لحاجة اسمها exposomes. exposomes يعني إيه؟ أشياء تأثّر عليه داخلنا وخارجه. إمم. داخليًا هرموناتنا بتأثّر علينا، أكلنا بيأثّر علينا، level of stress بيأثّر علينا. يعني أنتِ ممكن تنطفي في يوم وتنوّري في يوم، إمم. مجرّد إنِّك قلقانة على موضوع أو الموضوع ده اهم. اتفك. أوكي. That's serious. هرموناتِك لو مش مضبّطة هتفرق معاكِ جلد وشعر. إمم. أكلِك بيفرق سَمَم العمى، ومش كليشيهات، يعني كنت زمان فاكرة إن الأكل ده إحنا بنذاكره سطر كده في الكتاب، لكن هو علم محترم جدًا، 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 وبيفرق أوي، أوي، أوي. إمم. الgenetics بتاعتنا، الكمبيوتر بتاعنا هو محدد لنا إحنا عندنا قابلية لإيه أكتر. أوكي. يعني هتلاقي واحدة عندها قابلية إن شعرها يُقع أكتر من التانية، إمم. واحدة عندها قابلية إنها تعمل تصبغات أكتر من التانية، واحدة عندها استعداد إنها تعمل acne أكتر من التانية، فده كله genetics، يعني إحنا مختلفين تمامًا عن بعض. إمم. خارجيًا بقى، تعرُّضِك للشمس قد إيه، الmakeup اللي بتحطيه قد إيه، الإضاءة اللي بتتعرّضي لها قد إيه، أوكي. قاعدة قدّام الكمبيوتر 17 ساعة في 17 ساعة في اليوم والّا لأ، إمم. بتلبسي نضارة شمس وأنتِ خارجة برّه والّا بتطنّشي وطول النهار مكشّرة في أوكي. الشمس، إمم. كل شيء بيأثّر على الجلد بتاعِك، فالإجابة قطعًا آه. طيب بما إن أنتِ قُلتِ موضوع الشعر ده يعني ما أعرفش إيه علاقته بالحاجة بنشربها دلوقتي والّا بناكلها والّا إيه، بس كل تقريبًا الستات بتعاني من موضوع تساقط الشعر. مش بس بناكلها وبنشربها وstress stress 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 stress، إمم. إحنا كلنا مضغوطين بزيادة يعني يعني آه. يعني سيبِك من القعدة دي، بس إحنا stressed مبهدلين أوي. وstressed أوي إحنا جه علينا أوي الزمن جه م علينا. وبعدين محجبة، بتشقمط شعرها وتحطه مبلول تحت الطرحة وتطنش إنها تهتم بيه، مش محجبة بتعمل شعرها كتير أوي heat أو treatments أو تصبغ أو تعمل highlights lowlight showlight أي حاجة من أوكي. الحاجات دي، إمم. فأنتِ طول النهار physically بتضُرّي شعرِك، إمم. ما بتاكليش عِدِل لإنِّك بتيويو diet طول النهار أوكي. والليل، إمم. stressed طول الوقت 24 ساعة، فأنتِ طبعًا عندِك تساقُط الشعر منتشر بشكل رهيب نتيجةً لكل الأسباب اللي باحكيها لِك، إضافةً بقى إلى الأمراض بقى اللي هي ممكن توقّع الشعر، سواء حد بقى جاله صدفية، إكزيما دهنية، التهاب مزمن في الفروة، أنيميا، مشاكل في الغدة، زي كان أمراض بتاخد علاجات، تدخين إمم. التدخين بيوقّع بيأثّر على الشعر؟ جدًا، 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 بجد؟ أوكي. أوي، 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 إمم. حتى البتاعة الصغيرة دي اسمها إيه؟ أيكوس أيكوس. والvape والحاجات دي بجد؟ كُلّه يا باشا، بس إيه بتأثّر إيه، يعني بتدخل حاجة physically مش بتأثّر بتأثّر؟ كويس يا زينب، بتأثّر وِحِش. آه ما أكيد هتأثّر وِحِش.
بس يعني غريبة إن هو يعني بتوصل مش للشعر، إيه غريبة يا علاقتها زوزو، بالشعر؟ هي مش غريبة لإنِّك أنتِ لمّا بتدخّني الحاجات دي بتعمل vasoconstriction، بتعمل انقباض في الأوعية الدموية، فالدم نَفْسه ما ما بيعرفش بيوصلش يوصل حلو أوي كويس. أوكي. لبُصيلات الشعر، كمان بيبقى فيها مواد ممكن تأثّر negatively أوي، أوي على الشعر، إمم. وبالتالي طبعًا التدخين حاجة مأساة، أوكي. وبالتالي كل اللي حكيته لِك ده تفتكري إيه منه بيُقف في حياتِك؟ تقريبًا ولا ما حاجة. فيش، إمم. تقريبًا ما فيش، إمم. يعني أقصد وبالتالي القصة إنِّك تروحي للدكتور تاخدي منها أو منه علاج 3 شهور، إمم. شوية vitamins وحاجات تتدلّك في فروة الراس وتعملي يا عم جلسات، إمم. وبعدين توقّفي، كل حاجة هتروح. وما فيش حاجة من الأسباب وقفت، أوكي. باشا أنا لسه باعمل شعري، أنا لسه باعمل highlight show إمم. light، أنا لسه stressed، أنا لسه بادخّن، اهم. أنا لسه الأنيميا ما عالجتهاش، أنا لسه يويو dieting، أوكي. يعني ناهيكِ إن الأمراض ممكن تتعالج، بس أقصد دي كلّها حاجات موجودة. وبالتالي بقيت عايزة أنشر فكرة إيه، أيوه هاتعالج وشعري يتحسن، بس بعد كده يبقى عندي خطة تثبيت. إمم. عارفة دايمًا باشبّهها بقى إيه، لمّا أنا عشان أنا دي قصة حياتي المزمنة، إني أروح لدكتور دايت، إمم. لإن أنا عندي الاستعداد للتخن، إمم. خلاص؟ فأخس، أنزل، أزهق، أرجع آكل تاني، أنت كده بالضبط. إمم. فارجع تاني أتخن، تدخن. آه. فلغاية ما وصلت مع نفسي إن إيه، أنتِ عايزة تعملي حاجة وتثبّتي. إلى حد كبير. أوكي. فأنتِ مثلًا بدل ما كنتِ مثلًا بتدلّكي شعرِك كل ليلة مثلًا لمّا كان الدكتور كاتب لِك هتبقي بتدلّكي 3، 4 مرات في الأسبوع. إمم. الvitamins بتعملي تحاليلِك كل 6 شهور تطمني الدنيا أخبارها إيه. أحاول أقلل مشاكلي على قد ما أقدر، يعني بلاش highlight شولايت عمّال على الحاجات دي. بلطات، يعني أوكي. فاهمة، stress يعني يقل سيكا، نحاول. يعني فاهمة، يعني meditation بقى وكده. بحيث إن أنتِ ما يبقاش كل مرّة تبتدي من الصفر. لأن هو ده اعتقاد فعلًا، يعني أنتِ دايمًا الناس تقول لك ما هو الأدوية بتاعة اللي بتطلّع الشعر دي أول ما بتوقّفيها شعرِك بيقع، هي أيوه، بتوقّع مش الشعر، يعني. مش هي اللي بتوقّع الشعر. توقيفها في وقت غلط هو اللي بيوقّعك، إمم. يعني أنتِ وقّفيها لمّا تضبّطي كل الحاجات المحيطة دي، طب أوكي. لو أنا ما عرفتش أضبّط الحاجات المحيطة، هيفضل يقع. يبقى أنتِ تهتمي، إمم. يبقى هتعتبريها ساعتها زي غسيل سنانِك، مش أنتِ لو وقّفتِ غسيل سنانِك هترجع تسوِّس، آه. والّا هتقولي بقى لي 30 سَنة باغسلها، ليه بقى يا ترى لمّا إمم. وقّفتها سوِّست؟ إمم. ما حدش لام ليه معجون السنان، أوكي. بالضبط، بالضبط. يعني ما حدش لام هي معجون كأنها السنان. صيانة، زيها صيانة كده يعني لازم ما تفضلي حدش قال إن معجون السنان وِحِش، إلا إني أوكي. لمّا وقّفته سناني سوِّست، سوست أيوه. اشمعنى دوا الشعر؟ أوكي. يعني دايمًا باقول لهم يعني أقصد يعني ليه إمم. باصين إن ده حاجة لازم تتعالج في 3 شهور، ولمّا أوقّفها ما فيش حاجة ترجع، how come؟ أوكي. طب قولي لي برضه من الحاجات اللي الناس مش عارفة تاخد فيها قرار، البوتوكس والفيلر، أبتديهم من سن كام؟ ما فيش سِن يا زينب، هي إمم. الفكرة كلّها إن هُم دايمًا بيتحطّوا في نفس الباسكت وأنا باحس إن هُم مختلفين. أوكي. البوتوكس هو دوا بيريّح العضلة، إمم. فلو أنا شخص عندي حركات جامدة زيادة عن اللزوم، ممكن أبتدي إن أنا أريّحها علشان خاطر الخطوط اللي هي بتاعة الحركة ما تعلّمش في الجلد، إمم. وبالتالي ما فيش مشكلة إن إحنا نبتديه لو الشخص ده أو الست دي أو الراجل ده عندهم حركات جامدة even في العشرينات، أوكي. خلاص؟ بس دلوقتي في مراهقين بيعملوا، يعني ابتدوا من 17 و18 سنة يعملوا. علشان هي محتاجاه والّا عشان بتقلد حد؟ إمم. لو محتاجاه يعني فعلًا هي بتكشّر جامد أوي، عندها حركات جامدة أوي، مش هيبقى في مشكلة لو ابتديتها بbaby botox خفيف عشان ما تعلّمش، خصوصًا لو هي عندها استعداد في الأسرة إنها أنتِ مثلًا ما تشوفي الأم أو الجدة تلاقي عندهم خطوط خطوط. كتيرة أوي، هي أوكي. مش عايزة كده، إمم. لكن وممكن تلاقي حد 40 و50 ومش محتاج، أوكي. هي ما عندهاش هذه الحركات. إمم. أمّا الfiller فلازم هيتعمل بحاجات يعني فعلًا للضرورة، هو أُسيء استخدامه أوي في الفترات اللي فاتت، فالناس اتغيّرت بدرجات يعني بقت أنتِ حتى مش عارفة مين دي، إمم. فيعني وكلّهم بقوا شبه بعض برضه وده يعني. حاجة مأساة، إمم. يعني أنا أقصد أنتِ حتى عايزة لمّا أشوف زينب دي تبقى بشخصيتها، إمم. ما ينفعش زينب دي تبقى حادة أوي في كل حاجة، عارفة اللي هو مش إمم. شخصيتِك. أوكي. خلاص فلازم حتى الدكتور وهو بيحقن الفيلر يبقى قاري الشخصية اللي قدامه يخلّيها شبه شخصيتها، أوكي. لكن إزاي كل الناس بقت شبه بعضها، فالبوتوكس في وجهة نظري دوا حاجة علاجية أكتر. أوكي. هاستخدمه لمنع آآ العلامات اللي هي بتاعة الحركات إنها تبان أوي في الجلد، إمم. وبرضه بالراحة أنا عايزة برضه أكشّر وارفع حواجبي واضحك، يعني عايزاكِ تشوفيني عندي expressions مش عايزة أوكي. أبقى إمم. إمم. stone face كده.
وبالتالي no problem إن إحنا أو ما فيش مشكلة إن إحنا نبتدي، بس على المهل، كميات صغيرة إيه لو الفرق ما بين الBaby Botox وBotox العادي؟ الكمية اللي بتتحقن. أوكي. الفرق ما بينهم كمية بتتحقن، إنها كمية أقل، فبالتالي تسمح إن يبقى في حركات إمم. أكتر كتير من إن أنا أحقن الfull dose بتاعة الBotox. أوكي. فإحنا كده الBotox اتفقنا إنه عادي هو حاجة احترازية أو وقائية، أيوه، وقائية. إنه حتى لو من 18، 17 سنة ممكن لأ مش أوي مش كده، أوي مش كده. لأ مش هنقول ن سنين كده، دي في حالات نادرة. حالات نادرة اللي هو لو محتاجين. أنا باتكلم عشرينات، عشرينات ماشي. لكن لأ، أقل من الfiller 20 سنة لأ. لأ. طيب يعني لازم تبقى حاجة غريبة جدًا، أوكي. لكن أنا باتكلم 20s 25 plus دي أوكي. بس الfiller بقى هو حاجة تجميلية فنصبر عليه شوية. إلا لو برضه في حالة مرضية، يعني أنا عايزة أقول لِك إن إمم. الfiller ساعات بتُستخدم في حد مثلًا عندها مثلًا عدم سيمترية عنيفة في الوش، أوكي. عندها مشكلة مثلًا إن الدقن راجعة زيادة لورا، بس دي حالات ما ده اللي يعني أقصده، يعني عشان exception كده شوية. باقول لِك لكن لو للتجميل طب هي هتحتاجه ليه بدري أوكي. أوي كده؟ هو بالتالي عشان ضغط السوشيال ميديا والحاجات اللي بنشوفها يعني أو مش عارفة كمان إيه اللي ممكن يكون خلّى الناس تبقى مضطرة له في سِن صغير، استخدام الحقن بتاعة التخسيس جامد. أوكي. بيبقى عشان في الOzempic face الOzempic ده اللي face هو ده. عارفة اللي هو إمم. والMounjaro آه. face بعد شوية، بس إمم. عارفة اللي هو فجأة الوش يهبط أوي، 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 فممكن تبقى محتاجة إنها تحسّن شوية من النضارة بتاعة أوكي. وشها. اللي هو برضه بيبقى لو حد عمل عمليات التخسيس برضه بيبقى نفس طبعًا، طبعًا، عشان كده الفكرة؟ باقول لِك هي الفكرة مش سِن معيّن يبدأ فيه الBotox والfillers، إمم. هي هو حسب احتياج. الاحتياج. أوكي. طب أنا عارفة إن برضه الBotox ليه حاجات علاجية تانية غير الحاجات التانية، العرق ياه! مثلًا ده يعني كتير جدًا، وفي جدًا، عشان والصداع الmigraine. أوكي. النصفي لأ، وحاجات كتيرة أوي تبع النسا، إمم. يعني الBotox هو دوا، دوا إمم. يعني دوا بيستخدم في قُرب ال100 مرض في العلاج، أوف! أوكي. حاجات كتيرة جدًا، 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 إحنا كمان لينا أبحاث في حاجات ليها علاقة بالندبات إنها بتقدر تتحسن بالBotox، أوكي. في بعض الأبحاث وبتحسن الصلع الوراثي بالBotox. أوكي. لإن هو بيريّح العضلة، فبيسمح شوية بإن الدم يقدر يوصل لبُصيلات الشعر، وبيقدر كمان يقلل حاجات معيّنة في المناعة ليها علاقة بالصلع الوراثي، إمم. فعشان كده باقول لِك أنا ما باحطش الBotox والfillers في نفس الخانة. في نفس هي الخانة، الناس مش فاهمة، الناس بتقول botox وfiller كده مش لإن هُم ما طول عمرهم طلعوا مع بعض عارفة آه. أصحاب، نفس فسِبناهم مع بعض، نفس الفكرة. لكن الBotox لأ، بيستخدم في علاج أمراض كتيرة أوي، أوي، أوي on label وoff label. طب في حل أنا عارفة برضه ده ممكن يتحل للbotox بس إحنا داخلين على الصيف والعرق والإيدين اللي بتعرق جامد أوي، الموضوع ده بيسبب أزمة يعني بيبقى مشكلة، طبعًا علاجها محرجة إيه؟ وسخيفة، إمم. أسهل حاجة وأضمن حاجة الBotox. إمم. بيقعد يعني قُرب السَنة، شخص مرتاح، وطبعًا في دلوقتي جهاز اتوافق عليه قريبًا لعلاج العرق بس لسه ما وصلش مصر، إمم. ده برضه هيبقى جهاز ليزر كده بيقدر يحسّن العرق، لكن لغاية دلوقتي المتوفر عندنا وأأمن حاجة هي حقن الBotox في مناطق التعرُّق، بالذات طبعًا أحلى مكان هو الunder arms، إمم. يليه الإيدين، وأقل نتايج بتتجاب بتاعة الرجلين، دي أوكي. ما جابش مؤلمة نتايج. وسخيفة وما بتقعدش فترة طويلة. أوكي. بس في ناس بتضطر لها على الأقل ال3 شهور بتاعة الصيف تقول لِك باتزحلق في الصندل أو مش آه. عارفة ألبسه. إمم. طب إحنا قلنا برضه على الحتّة بتاعة وقوع الشعر بس ده تساقط الشعر، الصلع الوراثي بقى، هو ليه بقى بيتشخص كتير أوي دلوقتي يعني؟ عشان وجود الأداة اللي اسمها ترايكوسكوب أو ديرموسكوب. إمم. كان زمان ما عندناش الجهاز ده، يعني إمم. الجهاز ده موجود أعتقد قرب ال10 سنين دلوقتي، وبقى علم محترم أوي عندنا في الأمراض الجلدية، وبيقدر يفرّق ما بين الأمراض المختلفة اللي بتصيب الشعر، يعني عندنا علامات معيّنة تقول لنا إذا كان ده صلع وراثي والّا مجرد تساقط شعر عادي، إمم. وبالتالي بقى عندنا وسائل أحسن للتشخيص، يعني بقى عندنا حاجة تقول لنا ده حقيقي صلع وراثي والّا ده تساقط شعر مزمن. طب والصلع الوراثي بقى ليه حل؟ أيوه، بس برضه again أو مرّة أخرى بفكرة إن أنا ما عنديش في الطب مش خيابة مننا كدكاترة، ما عنديش في الطب حاجة اسمها علاج جينات، إمم. موجودة في بعض الأمراض السرطانية بقى عندهم gene therapy، بقى عندنا في بعض الأمراض النادرة الحدوث بقى فيها gene therapy، لكن الgene therapy لسه في أوائله، لسه ما خدش يعني مش عارفين نعالج السُكّر من إمم. أساسه مثلًا إن هو يعالج الgene بتاع السُكّر، إمم. فأنتِ مش عارفة تعالجي الgene بتاع الصلع الوراثي، إمم. فأنتِ بتعالجي الأثر بتاع الgene، إمم. فأنتِ لو
قدرتِ توصّلي المعلومة دي للشخص اللي قدّامِك، وابتديتِ إن إحنا نقدر إن إحنا سواء بتدليك الحاجات المختلفة سواء مينوكسيديل أو طبعًا لمّا باقول مينوكسيديل تن تن تا تا لا، تا لا، لا. تا ف تيتة. تن تا 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 إمم، مينوكسيديل أو مش مينوكسيديل إمم، وهنتكلم في الحتّة دي ممكن، آخُد vitamins معيّنة، في حقن دلوقتي زي الإكزوزومز وغيره ودي برضه ممكن نتكلم فيها لإن عليها لغط كتير أوي إمم، أمان والّا مش أمان، وبعد ما أوصّلِك لحالة حلوة أنتِ عاجباكِ، افهمي إن أنا ما عالجتلكيش الGene، أنتِ عليكِ بقى تحافظي عليه بال3، 4 مرات التدليك اللي قُلناهم أوكي. والكلام ده. فكنت دايمًا باقعد أستغرب أوي من اوعي تبتدي العلاج أحسن لو وقّفتيه شعرِك هيُقع. ما ده طب ليه ما نقلبش الكلام اوعي توقّفي العلاج؟ يعني ليه الpositive vibe تنعدم؟ إمم، طب أنا خلاص أنا سمعت كلامِك يا زينب وما حطيتش العلاج، إمم، ومرّتش عليَّ سنتين 3 وشعري اتهبب أكتر، تمام، أنتِ فدتيني في إيه يا زينب؟ آه، خلاص أوكي، يعني أنا نِفْسي نقلب الكلام إن طالما الحمد لله إحنا من الناس المحظوظة اللي استجبنا للعلاج، ممكن يبقى عندنا وسيلة للحفاظ بقى على النتيجة، إني أدلِّك 3، 4 مرات في الأسبوع، إمم، إني أبقى مثلًا لو اضطريت أحقن 3، 4 مرات في السنة. إن يبقى عندي وسيلة أحافظ بيها على المجهود اللي أنتم عملتوه ده، بدل ما بنوقّف فعلًا لو وقّفت الشعر هيقع ليه؟ لإني ما عالجتش الجين، إمم، لغاية ما هييجي يوم والقعدة دي هتتقلب إن كل الطب بقى gene therapy وعرفوا والدنيا يوصلوا تتحل بقى ساعتها. للجينات ويبقى خلاص المشكلة اتحلت من جذورها والدنيا بقت زي الفل. إمم، طب عارفة يا زينب، إمم، أنا يوم ما كان عندي breast cancer طبعًا لإن أنا كنت ساعتها بقى أنا العيانة فباسأل الدكتور إمم، السؤال الكليشيه طب دكتور لمّا أخف هيرجع لي تاني والّا لأ؟ زي بالضبط دكتور طب شعري لمّا يطلع هيقع تاني والّا لأ؟ إمم، فهي سؤال في جميع أوجه الطب. إمم، فالدكتور قال لي ساعتها كلمة لطيفة أوي، قال لي: "يا حبيبتي خفي بس الأول، إمم، وإن شاء الله نوصل لوقت يبقى حتى لو بعد الشر أي حاجة رجعت، هيبقى في gene therapy أوكي، للbreast cancer هيبقى في علاجات أقوى، بس الأول نستخدم الحاجات اللي موجودة عندنا، وحافظي على نفسِك." أنا لغاية دلوقتي باخد أدوية كل 3 شهور، أوكي، فأنا أقصد من 9 سنين. إمم، وباقول الحمد لله يا رب على الأقل إن أنا محافظة على نفسي، ولو لا قدّر الله أي حاجة رجعت أنا متأكدة إن هييجي وقت في العلم الحاجات هتتحل من الroots بتاعتها أحسن من كده، بس هو ده اللي العلم متاح له دلوقتي. أوكي. طب قولي لي سريعًا كده، أنتِ قُلتِ حاجتين مينوكسيديل إمم. والإكزوسموس exosomes إكسوزومز، أوكي. قولي لي كده effective والّا مش effective كويسين أوي، والّا أوي. أوكي، minoxidil هو أقوى مادة بتقدر إنها تتدلّك على فروة الراس، وفعلًا تقدر تحسّن من الصلع الوراثي. إمم، والminoxidil اكتُشف كده بالصدفة لإن هو أصلًا دوا ضغط، فلمّا الناس كانت بتاخده شعرها تقِل، فعرفوا إن المادة دي أوكي، استخلصوها إمم، وابتدوا إن هم يستخدموها، خلاص؟ مميزاتها إنها فعلًا قوية جدًا، ولكن غلاستها إنها ساعات بتعمل قشرة في فروة الراس، ساعات بتعمل شعر في حِتت مختلفة، والغلس أكتر إن في تِلت البشر عندهمش الإنزيم أو حاجة معيّنة في جلدهم تحوّل المينوكسيديل للمادة الفعّالة، فبالتالي ما بيستجيبوش ليه. أوكي، ولكن الشخص اللي بيستجيب للمينوكسيديل ويقدر يتحمّله، يعني مش متضايق من القشرة بتاعته، مش متضايق إن بيطلّع شعر خصوصًا إمم، الرجالة، طبعًا بيبقوا حاجة كويسة لإنه عادةً بيبقى أرخص بكتير أوي، أوي من المواد اللي هي ما فيهاش مينوكسيديل. أوكي، ولكن طَب الناس اللي مش قادرة تتحمّله، سِت مثلًا حامل بترضّع فممنوع تحُط مينوكسيديل، أطفال أقل من 12 سَنة مش عايزة أحُط لهم مينوكسيديل، آمم، ناس مش عايزة تستمر عليه لإن هو أصلًا مش فعّال معاها، بتقدر ساعتها تستخدم مواد اللي هي ما فيهاش بقى مينوكسيديل، ودول حاجات كتيرة أوي، أوي بروكابيل وبتكون وأمينوكسيد فعّالة؟ فعّالة جدًا، جدًا، جدًا لو استُخدمت واتدلّكت بالطريقة الصح، يعني دايمًا باقول للعيان أنتِ فعلًا عايزة توصّلي الدوا للبُصيلياية، إمم، فما تحطّيهوش كلّه على بعضه 10 بخّات وينزل على وشِّك، عارفة ترجعي راسِك لورا تعملي كده، آه، لأ أنتِ عايزة تحطّي بخّة وتعملي وتدلّكيها، ولمّا أوكي، تحسّي إنها دخلت جوّه حطّي البَخّة التانية إمم، ودلّكيها. ممكن بعد كده توطّي وتعملي مساج دقيقتين and this is it دقيقة. إمم، وإمتى بقى أدلّك إمتى، صبح والّا ليل؟ لو أنا الصبحية محجبة ما أدلّكش أبدًا الصبح، لإنِّك هتدلّكي تقومي حاطة الطرحة والطرحة خدت بتاع، أوكي، فعادةً خلّينا ندلّك بالليل، ماشي، ويا ريت ما ندلّكش قبل النوم على طول، عشان أنا مش عايزة المخدة هي اللي تاخد الدوا، أوكي، فندلّك أول ما تروّحي، ساعتها هتاخدي by default كده ساعة تيك توك شيك شاك فيك فاك وبعدين تنامي، ماشي، ماشي؟ أوكي، ده من ناحية اللي هي الحاجات الموضعية على فروة مinoxidil الراس اللي ممكن
تحسّن إنبات الشعر. إمم. طيب الحقن ده حاجات كتيرة أوي، 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 حاجات فيها هرمونات، حاجات فيها vitamins، حاجات لغاية ما طلع علم اسمه الexosomes. إمم. والexosomes دي عبارة عن زي ما يكون messenger RNA بتروح فعلًا للDNA وتشتغل عليها. عليها كلام كتير أوي على مدى الأمان بتاعها، ولكن معظم الحاجات اللي هي موجودة دلوقتي بنحقنها يا إما مُنتجة من نباتات، يا إما مصنعة synthetic، إمم. فما بتنقلش الأمراض. أوكي. لإن هو ده كان الخوف منها، إنها تنقل أمراض آه. أو تعمل cancers أو تعمل كده، إمم. لكن طول ما هي يا إما مصدرها نباتي أو synthetic يعني مصنعة، أمان. طب وأنتِ كمريضة نعرف منين؟ ما أنتِ بتثقي في الدكتور أو آه. هتسأليه. أوكي. ماشي. آه. قولي له ادّيني ماشي، اديني المنتج بتاع ده، أعرف بس. أعرف هو إيه. ماشي. مفيد والّا لأ؟ ماشي، جواشة. لذيذة. مش مفيدة يعني. لأ لذيذة، أصلها بتدّيني إحساس إن أنا سِت لطيفة، أوكي. فمش وحشة على فكرة، أوكي. يعني ما لهاش إفادة كصحة أوي على قد ما هي بتحسّن الlymphatic drainage والكلام ده، أوكي. فلذيذة، فلذيذ. أوكي. لذيذة. ماشي. الريتينول. لأ طبعًا رائع، 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 بس يُستخدم صح. هيُستخدم إزاي الريتينول؟ لازم يتحط بالليل مش الصبح. 2 إن هو ممنوع أثناء الحمل والرضاعة. 3 بعيد عن المناطق الحساسة، فأنا ليّا كلمة كده أقول النقطة التانية، التالتة، الرابعة تيكا تيكا تو أفرتي أفرضيو، إمم. بعيد عن بُقّي، بعيد عن عيني. لو أنا oily أوي هاحطه كل ليلة، ما أقلقش. لو أنا الoily combined أو اللي هي البشرة المختلطة هاحطه ليلة ليلة لأ. لو أنا الجافة هابقى باحطه ليلة أو ليلتين في الأسبوع، ودايمًا أحط وراه مرطب، أوكي. دايمًا، خلاص؟ الريتينول ده بيشتغل إزاي؟ ونقطة كمان إن إحنا وإحنا بندلّكه يا جماعة ده مش من الحاجات اللي باعملها كده، لأ، يعني بعد ما أحطه أدّي 30 ثانية تدليك، عشان تدخّليه عند الطبقة العميقة شوية من الجلد، يبقى أنا بعد ما أحطه أدلّكه 30 ثانية. أوكي. مفيد إن هو للناس اللي عندها مسام واسعة، بيقلل شوية إفراز الدهون، بيشتغل إن هو anti aging بيقلل العجز جامد، بيشتغل حتى على التصبغات، إمم. فهو من وأقدم حاجة خُلقت في الطب تقريبًا في الskin care routine هو الريتينول، إمم. فعارفة it stood حلو. its ground آه. أوكي. من زمان يعني. ماشي. الsunscreen. أهم حاجة في الحياة، يعني أنا لو مش حيلتي حاجة وعايزة أشتري حاجة واحدة عشان آخد بالي من بشرتي، هاختار الsunscreen. إمم. ليه؟ لإن 80% وده مش مبالغة ده بأبحاث، من مشاكل البشرة ناتجة من الأشعة بتاعة الشمس، إمم. فبالتالي لو شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، فأنتِ مجرد بsunscreen لطيف قدرتِ تحسّني جدًا، جدًا من بشرتِك. مشكلتنا الsunscreen لازم نحبه، إمم. يعني لا يزيتنا ولا يدهننا إمم. ولا يلمعنا ولا يطلّع لي حبوب ولا يكون ريحته مش حلوة. وده بقى في منّه حاجات كتيرة أوي دلوقتي، كل واحد فينا لازم هيجرّب sunscreen لغاية ما فعلًا تحبّي حلو. sunscreen. إمم. وtinted مش خطر، إن أنا أختار حاجة tinted يكون فيها لون، ده حاجة حلوة بالعكس أقوى، ده مش حاجة وحشة خالص، خالص، خالص. فلو حد بيحب ياخد لون مع الsunscreen بتاعه الtinted دول زي الفل. ويا ريت نعرف إن هو مش صيف، يعني هو مش من ضمن حاجات المصيف، هو المفروض هيتحط هو صيف، كل يوم. شتا، كل يوم، ولكن لو قعد على البحر هنكرره كل 3، 4 أوكي. ساعات. طيب الskin boosters. لطيفة جدًا، جدًا للي محتاجها، إمم. عشان ما تبقاش تفقد رونقها بعد شوية. مشكلتنا إن إحنا لمّا بنزوّد في حاجة نبتدي نطلع بnegative things، فإحنا اهم. لكن لو حد فعلًا محتاجها، طبعًا إضافة محترمة جدًا في العلم، لإنِّك أنتِ بتحقني حاجات صحية جدًا للجلد بتاعِك hyaluronic acid vitamins peptides collagen حاجات مختلفة amino acids إمم. بطرق مضبوطة، زي ما تكوني بتعالجي from within يعني اهم. بتعالجي بشرتِك من من جوّه، جوّه. بس للي محتاجاه، مش عمّال على بطّال. ماشي. الskin care الكوري. لذيذ وذاكرته من كتر ما اتسألت عليه، إمم. والkorean skin care مختلف عن الskin care اللي إحنا بنستخدمه في حاجتين. أولًا عدد خطواته مجنونة جدًا، فدي إمم. ممكن ما تبقاش ملائمة أوي لينا، يعني إمم. 20 step شغال. 70,000 step. ونمرة 2 اللي هم لإن هم مثلًا إيه، عندهم بحار كتيرة، فبيبقى عندهم القواقع إمم. الsnails كتيرة، فبيستخرجوا منها الميوسين بتاعها، إمم. فيعملوا snail mucin كتير، لإن هو ده يحتوي على مرطبات وglycolic acid طبيعي. إمم. عندهم كمان الرز كتير، فبتلاقي فيهم الرايس حاجات دي عايزة. داخلة فيها أوكي. كتير، عندهم نباتات مش موجودة غير في آسيا زي السنتالة والحاجات دي، إمم. فبيستخرجوا منها حاجات. مش مُعترضة عليها،
طالما كل واحد فاهم هو هيحط إيه لأنهي بشرة. اهم، يعني ما يستخدمش حاجة تقيلة على بشرة دهنية، إمم، ما يستخدمش حاجة تجفف لبشرة جافة، لكن منتجات محترمة جدًا ما فيهاش مشكلة طالما جبناها. أوكي. طب الحاجات الطبيعية بقى اللي هو مثلًا للشعر، ال زيت الروزماري ما أعرفش إيه، خلطة الروزماري بالذات بقى عليه دراسة، إمم، يعني عليه دراسة مقارنته بالمينوكسيديل شخصيًا، يعني بسعادة الباشا، مطلعين إن هو كويس جدًا، يعني اهم، عليه paper واحدة. ودايمًا لمّا حد بيخش يسألني على الحاجات الطبيعية، باقول له ما عنديش مانع منها خالص، لإن هي دي أصلًا اللي معظم الحاجات حاجات اللي معمولة بقت في منها أصلًا، الصيدلية إمم، بقت مستخرجة منها. إمم، فلو حضرتك عندِك القابلية إنِّك تخشي وتطبخي في المطبخ، أنا أصلًا ما باطبخش أوي يعني، إمم، أوكي، لكن لو ما عنديش مشكلة فيها. إمم، لكن لازم هنعرف إنها عمرها ما هتبقى في قوة الشيء المدروس، إمم، وإن مصروف على دراسته كتير، يعني عملوا عليه أبحاث محترمة عشان يطلّعوا المنتج ده، إمم. فعمرها ما هتقارب له. لكن لو ده حاجة بتريحها نفسيًا بالنسبة لي أحسن من ما فيش. طب إيه بما إن إحنا دخلنا في الحتة دي وبرضه يعني الناس دلوقتي ماديًا الحاجات غالية أوي ومش عارفة إيه والكلام ده لأ، كله، بس في حاجات مش غالية خالص. قولي لأ يعني غير المنتجات يعني آآ، في حاجات كده تعرفيها أو ممكن تقوليها للناس طبيعية ممكن يعملوها في البيت طبعًا، تبقى طبعًا. effective؟ أيوه جدًا. أنا مثلًا في الناس اللي هي بتشتكي من اللي هي جلد الوزة، إمم. لإن ده بقى اللي هو keratosis pilaris أو جلد البطة، جلد القطة، أنتِ عارفة الحتة آه، دي أنا يعني عارفة زي البسبسة دي. كنت حيواني يعني خلاص، بس مش ودي أكتر. بقى مساحة. إمم. يعني دي بتبقى مساحات، يعني حتى الوش مثلًا لو حتى هاشتري آه، حاجة بتقدر هتكمّل تقعد معاكِ، معانا آه. 3، 4 شهور، لكن دي مساحات. إمم، فدايمًا باحب أكتب لهم زيت جوز هند مع خل تفاح بنسبة 3:1، يعني 3 معالق زيت جوز هند مع معلقة خل تفاح، وبعدين نخلطهم على بعض حلو، وبعدين نفردهم على جلدنا. وأنا باحب ريحته ممكن تتساب، ولو ناس اللي هي بتحس إنها ملزقة ممكن تقعد بيه ساعة، وبعدين تسكراب وتخش تاخد shower مرتين في الأسبوع. فدي اهم، من الحاجات اللطيفة أوي، أنا باحس إنها اهم. حلوة حلو ده وبتجيب آه. نتيجة حلوة أوي. في حاجات تانية، في حاجات للشعر، في حاجات كده بتاع صيد الروزماري من الحاجات اللي هو لمّا حد بيحب يجيبه باقول أوكي جدًا عليه. اهم، في الوش ما باغامرش كتير، إمم. آه، يعني يعني في الوش ما فيهوش معايش. خلاص بقى ماشية واخدين سمعتي وكده. انبسطت أوي بجد النهارده، وأنا أوي يا ونفسي زينب. نطوّل أكتر كمان بس مش عايزة أأخّرِك لأ بس بالعكس زينب، أنا ممكن أقعد للصبح صراحة. 5 ل7 إحنا 5 ل7 عشان تقفلوا، بس أنا انبسطت بيكِ يعني أنتِ فعلًا اللي هو مش من في ناس بتبقى على السوشيال ميديا أو الأونلاين أو الحاجات دي بتبقى شخصية والحقيقة شخصية، لأ هو أنتِ ما شاء الله هو يعني نفس الابتسامة بنفس الجمال بنفس الروح هي زينب، online أنا زي أنا الoffline. لازم أعترف لِك إني فعلًا فرحانة أوي إني معاكِ النهارده. ربنا لأ يخليكِ يا رب. بجد يعني يعني أول ما بعتِ لي أنتِ شوية أنا قُلت أنتم زينب كلمتني، زينب ربنا فأنا يخليكِ فعلًا والله فرحانة بجد. أوي، أوي إني موجودة النهارده في الجروب الحلو أوي، أوي ده، جروب على طبيعته أوي. ربنا فأنا يخليكِ. أوي يعني. thank you thank you ونبقى نتقابل بقى في الشيخ إن زايد شاء إن شاء الله. الله في منطقتنا أيوه، أيوه فتمام. كفاية بهدلة بقى. كفاية بهدلة دي بالضبط. ميرسي أوي thank you شكرًا أوي يا زينب، شكرًا شكرًا جزيلًا. ليكم كلكم.